السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم كما تشوفوا عندنا وصفة المقيرة التلمساني، وصفة رائعة جدا كما تشوفوا، معسل حتى القلب. مكونات بسيطة وتحضروه في وقت وجيز والنتيجة رائعة. الوصفة رائعة، أنصحكم تجربوها لأنه أكيد راح تعجبكم. نبدأ بسم الله. طريقة التحضير: عندنا كيلة جلجلان ما طحنتوش مليح، محمص وطحنتو ما طحنتوش طحن كلي، خليت حبات. معاه بنفس الكيلة وضعت 3 كيلات تشيشة محمصة. التشيشة هي السميد الخشن اللي نعملو به البسبوسة، يعني بالنسبة لأشقائنا العرب اللي يعرفوش معناتها تشيشة. وضعنا معها زست أو مبشور الليمون، ليمونتين، ملعقة صغيرة ملح. حكيت شوية التشيشة حكيناها مع القارص وخلطنا المقادير، حكيناها شوية باش لكي نخرج زيوت الطيارة اللي موجودة في الزست، يعني تخرج العطر تاعها يخرج مليح. بنفس الكيلة، بالنسبة لكيلة الشيشة أنا وضعت كيلو منها، وحمصته على نار قليلة حتى خذت اللون الذهبي، ما نخلوهاش تحمر، اللون الذهبي فقط. نوضعه بنفس الكيلة كيلة سكر. بالنسبة للناس اللي تحب تنقص كمية السكر تقدروا تنقصوا حتى 2 أصابع بالكيلة، يعني الكيلة اللي وضعنا بها نقصوا مقدار 2 أصابع. بنفس الكيلة وضعت كيلة زيت. الوصفة رائعة جدا، أكيد تعجبكم الطريقة ولا أسهل. ثمثم يوجد حتى يكون جايينك ضيف على ساعة، يعني تقدري توجديه يحمر لك وجهك. تعجنيه ثمثم، تخليه يشرب شوية، طيبيه يتعسل ويتشرب العسل ويجي رائع. كما تشوفوا خلطنا المقادير، ثم هنا نجمع به بالبيض، يعني الاختلاف بينه وبين المقروط الآخر نجمعوه بالماء وما الزهر، هذا نجمعوه بالبيض، لكن نديروه طري شوية باش يتشرب. إذا هنا وضعت 4 بيضات، لكن ما كفاونيش لأنه لازم يجيك يتلاصق، يكون شوية طري، يكون جاري شوية، يعني يجيك يتلاصق في اليد. ودوك تشوفوا كيفاش يكون الخليط. أنا ضفت له حبة بيض الخامسة، إذا كان عندك البيض كبير تقدري ديري 4 وتشوفي، ممكن 4 يكفوك، يكون كبير بالنسبة لكيلو من التشيشة. أنا وضعت 4 كانوا صغار شوية، لكن زدت لهم حبة باش نحصل على هذا المزيج. كما تشوفوا يكون طري، ما يتجمعش، يعني يكون طري ويلصق باليد، يلصق في اليد. شوفوا يكون جاري شوية، تخلطوه. هذا ما فيها الطريقة. تمزجوا هذه المكونات، تخلوها ترتاح شوية، وتعاود تولوا ليها حوالي 10 دقائق. 10 دقائق يعني كافية. يتشرب شوية، شوفوا كيفاش لما يتشرب يصير يتجمع، نقدروا نشكلوا به ويولي ما يلصقش في اليد، يعني نقدروا نشكلوا به المقروط تاعنا. نبداو التشكيل، نشكلوا حرابيش. في نفس الوقت المقلاة راهي تسخن على نار متوسطة، تكون زيت غزير على نار متوسطة، وفي راهي تسخن. وفي نفس الوقت رانا نشكلوه في المقيرات تاعنا، نشكلوه رقيق، الحربوش يكون رقيق على المقروط العادي، ثم نشكل المقروطات باش يجوك متساويين. نمشو ب2 أصابع ونقطع. نسقم فقط الأطراف ونوضعوه، يعني نقطعوا الكمية اللي رايحين نقلوها. يعني نوجد في صينية. كما تشوفوا الطريقة ولا أسهل، والنتيجة رائعة جدا، يعني في
في يعني حوالي 20 دقيقة تقدروا توجدوا وصفة رائعة. يجي مشرب حتى للقلب، كأنه قلب اللوز يذوب في اليد، روعة. وما يطيحلكش في المقلاة، ما يتفتتش. أكيد أنه البيض أيضا اللي ضفناه راح يخمره، يزيد يتنفخ شوية في المقلاة كي نطيبوه. شوفوا مشيت باثنين أصابع باش يجوك الحبات كامل متساويين. إذا شوفوا صغيور ويزيد يتنفخ شوية من البيض اللي فيه، يتنفخ في المقلاة ويتشرب العسل. يجي رائع، وصفة رائعة جدا. إذا هكذا نوضعهم في زيت غزير، ما يطولش بزاف. تحبوه يطيب أبيض ما تخافوش، لأنه الشيشة راهي طيبة، كنا حمصناها من قبل. تقدروا تحسبوا 30 ثانية وتنحوه. إذا حبيتوه صفر، أنا نحبه هكذا أحمر محمر، يعني يكون ذهبي اللون، نوضعه مباشرة في عسيلة تكون سخونة، نكونوا سخناها، ما نستعملوهاش ثقيلة لأنه فيه السكر. نخفوها بشوية ماء ونوضعوها تسخن من المقلاة مباشرة إلى لما نخفوه بالماء، الماء يكون سخون ولا نغلوه معاه، ثم من المقلاة يعني نعسلوه مباشرة. كما تشوفوا النتيجة ولا أروع. إذا كما شفتوا الطريقة ولا أسهل، طريقة بسيطة والنتيجة روعة. جربوه، ديروا لنا جيم واشتراك إذا عجبتكم الوصفة. إلى اللقاء في فرصة أخرى.